السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا من الناس تنطبق عليهم الآية الكريمة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أشهد أن الله أعطاني وأشهد أني أنا رضيت. تحلية حنايا تاع عصير القارص وتاع الكاكاو وفريز وجاتو وشوكولا. هذه الأولى ندير لها الشوكولا باش تذوب ديجا. ايوا واجده نحرك مليح الطبقه الاولى. وهذا نص بيغلي نحاول نخلص. وندير فريز وبسكويت. هكا وهكا هكا وهكا. ديال الفراس. هذا عندي شرائح تاع فراس، ندورها، نحاول اني ندورها على هذا كل هك، ندورها على المول كل. شوفوا الشكل الاول. الطبقة الثالثة، وهذه الكريمة تاع قرص. وزدت لها شويه فاني، وزدت لها شويه بشور تاع القرص. انا من الناس اللي اول ما ندخل الكوزينه نبدا بالتحليه. اذا كانت عندي تحليه في راسي مخممت لها من قبل نبدا نديرها هي الاولى، ومن بعد نروح للمعجنات. حبيت نشارك معكم يومي هذا، يومين كالعاده، وراح تشوفوا اليوم التالي في عرضة ان شاء الله. يعجبكم الفيديو انتم بخير، بارتاج والمشاركة والمتابعة والاعجاب. طلعوا للفيديو البنات. كملت الميني بيتزا وجيت الاوراق المرسوقة هذه اللي شريناها، عجبتني ياسر، جاية خشينة وما تقطعش. نطيب فين في الفور كما راكم تشوفوا. ندير هكا شغل بوراك عنابي فيه بيضة كاملة وندخلها للفور. ما نقليش ياسر البوراك، ما نحبش طعم الزيت فيه ياسر. بعد ما فطرنا رحت للتحلية. حبيت نوريها لكم من الداخل. شوفوا الميلانج تاع الفراولة والبسكويت وطبقة تاع الشوكولا والمزيج تاع طبقة تاع القارص، مش نورمال. هذه الوصفة خلوطة من راسي وجدت ربي يبارك ما شاء الله. من الغدوة بعد ما راجعة من العمل قررنا نشرو من عند هذا، نصحونا به، هذا اللي يبيع قلب اللوز عاصمي، حلويات كلها عاصمية. جربنا 2 كعبات، هذا واحد محشي واحد عادي، وعجبنا. ورجعنا من بعدها ايامات زدنا شرينا من عنده. جاء وقت الماسك، لازم نديره مرة في الأسبوع كما راكم تشوفوا. وريته لكم قبل، مخلط بالجبن طبيعي والعصير تاع القارص. نديرها في وجهي نخليه 20 دقيقة، من بعد نبدأ نحي فيه بحركات دائرية. العلبة هذه راهي للبيع، حطيتها لكم عرض في صفحة الفيسبوك. قلت لكم بعدها خلاص، بعد ما رجعت درت الماسك. نهارها ما درتش تحلية. انا قلت لكم ديما كي نبدا بالتحليات قبل ما نبدا معناها بالفطور الرسمي. التحلية تاع اليوم ولا الحاجة الحلوة تاع اليوم راح تكون عبارة عن عصير طبيعي مغذي، مخليتها للسحور، هذا للسهرية وللسحور. في كل شيء، في الفراولة، القارص، الشينة، بيتراف الأحمر، الجزر، شوي نعناع. يجي خاثر ويجي مغذي وشهي، طيب بارد ويروي، خاصة في السحور. كاس منه تروو، جربوه. البيتراف الأحمر، قارص، شينة، فراولة، وحبة جزر، شوي نعناع. هذا هو حبيت نشارك فيه معكم. شوفوا لونه كيفاش يجي والمنظر تاعه كيفاش يشهي.
بعدها جوني أهلي، درت قاعدة هكا خفيفة في السهرية جوني بعد التراويح، حبيت نشارك فيها معكم. قعدتنا فيها تاي، عصير، سلطة فواكه، يعني الجود من موجود. قعدت عندي ياسر ما تلقيتهمش، وقعدنا درنا هكا قاعدة خفيفة. هذه آخر اليوم باش نبدو بيوم جديد إن شاء الله. هذه هي قعدتنا، حبيت نشارك فيها معكم، وقعدتنا عمرها ما تخلى من البخور. ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، يجعل أيامنا كامل في سعادة وهنا وطمأنينة. ربي يتقبل طاعاتكم، ما تنسونيش في الدعاء، ديما نوصيكم تنسونيش في الدعاء. وهذا بخور تاع السهرية من غدوة واحنا راجعين من العمل كالعادة والعوايد. رجعنا بعد ما حطيت لهم قلب اللوز في السهرية عجبهم، قررنا نشرو بلاطو ونوزعوه. درت توزيعات قلب اللوز تاع اختي والعمتي، بنت عمتي مازال ما وصلهاش لحد الان، والعزوزتي، وقعدنا شوي لنا حنا. هذا البلاطو هو كي قلت له زوجي، قلت له راهو عجبهم، قال لي هاي نشرو بلاطو منها يقعد لنا منها نذوقوهم. وهذه التوزيعات حبيت نشارك فيها معكم. يعني انا من الناس اللي عمرها في حياتي ما صلح لي قلب اللوز، قد ما جربته هو ما يجينيش كيما اللي نحبه هكا، كيما تاع البرا. هذا الحق حاجته نظيفه وبنين وخفيف، تحسوه مشرب، مش شكل قلب اللوز المكتل وتاكلوه يغم على قلبكم. لا بالعكس، شوفوا كيش معسل من الداخل وخفيف وبنين، يعني تاكلوا حبه تحبوا تزيدوا الثانيه، غير العبد يعني كل ما جاش الصيام رانا نزيد. يعني مش غير انا اللي يعجبني، حتى اللي جوني وعطيت لهم واللي مديت لهم كامل عجبهم قلب اللوز هذا. ربي يبارك في دياته. نحبوا ندعموا المشاريع تاع الشباب، او يجي المحل تاعها في طريق الجامعة. أنا صورته لكم يعني قدام الطلعة تاع طريق الجامعة، المحل تاعها كان واضح في الفيديو، نظن صورته وباين لكم. حطيت هكا توزيعات في علب، وكاين اللي وصلهم وكاين لحد الآن مازال ما وصل. هذا هو كيما قلت لكم، ديما أنا أول ما ندخل الكوزينة بعد ما نرجع للعمل نروح ديريكت لجانب التحلية. اليوم كان عندي قلب اللوز، قلت قبل ما نبدأ الطياب والقضية نبدأ نقص معه ونعرف وش يبقالي منه، باش نعرف روحي وش ندير التحلية. حطيتها هكا في علب، واللي بقى دسيتها في بلاطو. وفي السهرية درت معاه قهوة وحطيتها وكلينا، والحمد لله. يا ربي يجعله معروف مقبول يا ربي. ونتمنى الفيديو يوصلكم ويعجبكم، ونتلاقاو في فيديوهات أخرى إن شاء الله. سلام.